لسه راجعه من بره، مش عارفه باين عليا ولا لا. الجو ابتدى يحلو فممكن ما يكونش باين عليا عادي، ولو باين عليا فده الطبيعي. المهم يا جماعه، انا لما عيالي يجوا يسالوني يقولوا لي يا ماما ايه اكتر ترم كان مزعج عندك في الكليه، هقول لهم الترم الاول في سنه تانية. بجد يا جماعه ازعاج، كله امتحانات كله امتحانات. الاسبوع ده هنقضيه سوا وهتشوفوه وانا بمتحن بجد على طول. كان في بوست كده عدى عليا، مش عارفه حد كاتب لحد كومنت بيقول له انتي حياتك صعبه قوي، انتي على طول بتمتحني. فاظن ان دي حياتي دلوقتي، كلها امتحانات. انا بجد بمتحن كتير قوي، مش عارفه في ايه بجد. المهم انا صايمه النهارده علشان التلاتة البيض. وبجد يا جماعه انا فعلا مش عارفه هو الصيام سهل قوي كده ليه. انا بفكر اصوم اتنين وخميس كل اسبوع علشان بجد الصيام سهل جدا. الساعه دلوقتي 4:30 تقريبا، وتلت ساعة والمغرب هيأذن. فأنا فعلا مش عارفة الطرح مضايقاني، مش عارفة كل شوية بعمل فيها كده. المهم يا جماعة، مهم إن شاء الله إن شاء الله المغرب يأذن وهفطر وأغير، نبقى نكمل يومنا بعد ما افطر. عشان بجد خلاص انا بقول الصيام سهل، فعلا الصيام سهل، بس انا لسه راجعه من بره فلازم اخد اتيتيود ان انا تعبانه عشان انا لسه راجعه من بره. فبس كده. تمام يا جماعة، بعد كده جبت الجورنال وقررت ان انا هعمل جورنالينج. انا بحب الجورنالينج جدا لو انتم مش عارفين. الجورنالينج يعني كتابة اليوميات، وساعات بعمل فيها حاجات كده زي النهاردة بعمل حاجة مختلفة. بدأت ان انا رسمت الكف بتاع ايدي على صفحتين اللي قصاد بعض. طبعا غلطت غلطات وانا برسمهم بس مش مشكلة، هنعالج الموضوع ده دلوقتي. هنعالجه بايه؟ قعدت ازينهم علشان ما عنديش اي حاجة تانية اعملها. المهم بعد ما زينتهم وخلصت تزيين فيهم، بدأت ان انا احدد واحدة لكل حاجة. عندي حاجتين هعملهم دلوقتي، هي ان انا اكتب هدى في الماضي كانت عاملة ازاي، كل الحاجات اللي انا بحبها والحاجات اللي انا كنت بعملها، نقاط القوة اللي عندي ونقاط الضعف اللي عندي على قد ما انا فاكرة. وبعد كده في الصفحة التانية كتبت هدى دلوقتي عشان اقدر ان انا اعرف ايه الاختلاف اللي ما بينهم. وبس كده. يا جماعه انا المفروض هلم حاجتي دلوقتي وانزل. انا الصبح قعدت ذاكرت شويه وحطيت الامتحانات اللي عندي على نوشن. انا بجد عندي امتحانات كتير جدا يا جماعه، فعلا الترم بيخلص وبعدين انا اصلا على طول في الجامعه دي اول ما ابدا ميد ترمز معناه ان خلاص انا مش هخلص امتحانات غير مع اخر الترم. بصوا هتعملوا ايه؟ قلبوا دي عايزاكم تمسكوا الورقه دي وتلونوا بيها في الورقه. شوف ايه اللي هيحصل. صباح الخير يا جماعة، النهاردة عندي امتحانين. بجد حاسة انه يعني مش عايزة اروح الجامعة بصراحة. بس مش مشكلة، خير. عملت شاي اخضر ساقع. بعمله ازاي بقى يا جماعة؟ بجيب ازازة فيها مية وبعد كده مية عادية، وبعد كده احط فيها الباكت بتاع الشاي الاخضر واسيبه يتخمر طول الليل، بعد كده باخده معايا الصبح. فاظن ان دي حاجة رائعة هكون مبسوطة بسببه، بس ما اظنش ان انا مبسوطة بسبب الامتحانات.
واحد منهم بايو كيمستري. بجد انا بمتحن بايو كيمستري كتير قوي. انا بجد كل ما اشوف القسم ده يقولوا لي يلا امتحني تعبت. مش مشكله مش مشكله، اهم حاجه الترم بيخلص. فعلا ده اكتر ترم كان فيه ازعاج في حياتي في حياتي. واظنش ان انا هشوف كده بجد يا جماعه. انا مفيش اسبوع عدى في الترم ده الا لو امتحنت فيه 3 امتحانات على الاقل. انا مش عارفه في ايه مش عارفه في ايه. ملزمه التخرج هتكون عامله ازاي؟ مش مشكله، خير خير ان شاء الله. يلا بينا يا جماعه ننزل، يا رب كل حاجه تكون كويسه يا رب. يلا بينا. اهلا يا جماعه. تخيلوا ايه جه. يعني استنى دقيقه. الاجنده جت بجد. حاسه انا مبسوطه قوي. هنفتحها مع بعض ونقعد نتفرج عليها مع بعض. بجد يا جماعه انا في قمه سعادتي باين. يعني مش محتاجه اقول ان انا في قمه سعادتي. انا بجد مبسوطه جدا. وكده هنقدر ان احنا نعمل تخطيط السنه مع بعض، بس مش في فيديو النهارده بقى، عشان في الفيديو ده انا حرفيا ورايا امتحانات طول الفيديو. وانا ما كنتش عارفه ان والله الوضع هيكون كده. انا بجد من يوم السبت يا جماعه وانا عماله اخد على دماغي امتحانات امتحانات امتحانات. امتحنت يوم السبت امتحان، يوم الاحد ما كانش ورايا حاجه الحمد لله، بس يوم الاثنين ورايا امتحانين، ويوم الثلاث ورايا امتحانين. النهارده الاربع الحمد لله وصلنا لبر الامان، بس عندي تسليم رسومات بكره. بس مش مشكله، على الاقل مش امتحان، عادي وضعها سهل. المهم يا جماعه، فبجد انا مش عارفه ايه ده. المهم كل ده ودول مش امتحانات اخر السنه. نفتح يا جماعه الاجنده مع بعض. الحمد لله كده هنعمل تخطيط السنه. انا بجد سعيده قوي يا جماعه، بجد مبسوطه. انا بحب قوي الاجنده، بحبها قوي. المهم يلا استنوا بقى هظبط الزوايا علشان تتفرجوا. اهي يا جماعه اهم حاجه في البتاع كلها. اوكي، وجايه معاها دي مفروض يعني للنوتس او تو دو ليست او كده. ودي كوستر، في كوسترز تانية انا ما بستخدمهمش بعينهم. يعني دي كده 2 كوسترز، بوك ماركس ومسطره. ودي ستيكرز، على فكره الكواليتي بتاعتها حلوه قوي بتاعت الستيكرز يعني، وشكلها كيوت خالص، شكلها جميل قوي. ودي للتلوين، وبرده فيهم حاجات جميله جدا، حاجات حرفيا ممكن الونها واقطعها واعلقها، فبجد جميله جدا برضو. ودول جيفت كاردز بجد شكلهم حلو. بصوا يعني مثلا لو انا جبت هديه لحد وهو عيد ميلاده فهعملها كده واديها له. بجد سكر خالص، سكر خالص خالص يعني. المهم وايه تاني؟ دي اللي هي بتتعلق على الحيطه، ودي بجد انا عمري ما شفتها في حياتي، بس يعني عمري ما جاتلي في اجنده في حياتي، بس جميله جدا. هو بس الفكره فيها انها اتقطعت يعني هي ما كانتش ملزوقه كويس. هي دي بتكون هنا كده، بس ما كانتش ملزوقه كويس خالص. واظن ان انا اصلا كنت هحب ان انا افكها علشان اخدها استخدم دي للجامعه، ما استخدمهاش للبلاننج يعني، واسيب دي كده لوحدها. بس يعني كنت لسه هنوي اعمل كده، لقيتها فكت لوحدها، اللزق ما كانش حلو. بس مش مشكله، مش حاسه انها ازمه يعني. نسيبها كده بس دلوقتي عشان نحافظ عليها. هرجع كل حاجه تاني مكانها. ودي الجورنال بتاعت السنه اللي فاتت. اوكي، في فرق احجام طبعا عشان دي مستخدمه للاخر يعني، خلاص جابت اخرها معايا. بصوا بقى هوريكم الصفحه من هنا. يعني بصوا الصفحه دي شكلها عامل ازاي. الصفحه دي اصغر بكتير بس مش مكتوب تاريخ. يعني هنا مكتوب الجورنال مترقمه بالتواريخ، هنا مش مترقمه بالتواريخ. انا حاسه انها حاجه حلوه، بس في نفس الوقت الصفحه صغيره قوي، صغيره قوي قوي مقارنه باللي مكتوب في العادي. يعني في العادي اصلا ممكن صفحه ما تكفيش، فانا ما كنتش عارفه انها هتبقى صغيره كده من جوه، بس اظن عادي. كمان يعني موضوع ان هو مفيش تواريخ دي مش محجماني بقى ان المفروض اعمل جورنالينج في صفحه واحده. لا، انا ممكن اعمل في صفحتين في 3.
انما هنا لما كنت بعمل في صفحتين في 3 كنت بكتب تاريخ تاني من فوق علشان احداث اليوم لازم اكمل يعني. مش عارفه، حاسه انه الحاجه الوحيده بس اللي ضايقتني ده، انما غير كده بصراحه رائعه، بسطاني جدا، فانا مبسوطه منها. حاسه انها جميله قوي. يا جماعه اسمعوني هقول لكم حاجه رهيبه جدا. انا بحب البراند بتاعت مفكره جدا، اللي هي بتاعت الاجندات، وكل سنه بشتري منها، وكل سنه انتوا بتشوفوني بشتري منها. اوكي، السنه دي انا ما اشتريتش منها، اشتريت من براند ثانيه. اما يا جماعه تخيلوا ايه اللي حصل، تخيلوا ايه اللي حصل. بعتولي على الانستجرام قالوا عايزين يبعتولي الاجنده. انا بجد بقيت قاعده كده اللي هو واه، ايه ده بجد. كنت انا طبعا اتخضيت واتبسطت جدا، كنت مبسوطه جدا 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 لان انا بحب البراند دي قوي. بس قعدت اقول لاصحابي بقى، اشمعنى في السنه اللي انا ما اشتريتش من مفكره؟ يعني كان لازم اتقمص منهم علشان يشوفوا مجهوداتي في الاعلان عن المنتجات بتاعتهم. بجد يا جماعه انا بقالي سنين ضوئيه بفضل اقول لكم انا بحب حاجاتهم جدا، ف مش مشكله بقى خلاص. انا بجد كنت مبسوطه قوي بجد. انا مش عارفه هي هتيجي امتى، معرفش، ممكن نفتحها في الفيديو بتاع النهارده ولا لا. المهم نرجع للعالم الواقعي بتاعنا. انا يا جماعه عندي امتحان يوم السبت ويوم الاثنين، وبعد كده يوم الاثنين ده كان يوم كام 18، بعد كده يوم 21 اللي هو الاربعاء، وبعد كده يوم 25، وبعد كده هبدا بقى في الفاينلز من يوم 31. عندي امتحانات كتير قوي، عندي امتحانات كتير قوي 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 بجد يا جماعه. انا ما افتكرش ان انا من ساعه الميد تيرمز وانا ما بطلتش امتحانات بجد، من ساعه ما بدات ميد تيرمز وانا بمتحن. بس امتحان بقى اعمال سنه، امتحان غياب، امتحان اي حاجه. لسه الصبح من شويه مخلصه السكتش اللي هو بتاع الفسيولوجي. بجد رسومات الفسيولوجي بتحسسني ان انا يعني محتاجه اطور من نفسي. بجد بجد. كان ليا واحده صاحبتي، كانت صاحبتي في ثانويه عامه، بحبها جدا، قالت لي يا هدى ايه رايك ندخل تطبيقيه مع بعض وبتاع. قلت لها تطبيقيه ايه؟ لا انا مش عايزه اكبر مشاكلي في الحياه تكون رسومات. الحمد لله انا خدت القرار ده، عشان بجد يعني انا ده سكتش رسومات فسيولوجي مجنني، مش متخيله بجد لو. الحمد لله الحمد لله.